الجهوي لقاءاتها باحترام تام لمقتضيات القانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الثاني عشر. وبالتالي فإننا مطالبون باتخاذ مبادرات نضالية من أجل تصدير هذا السلوك. الاتحاد الجهوي لنقابة رباط سالة تمارا هذه الوقفة الاحتجاجية على هامش مجلسه النقابي الموسع الذي ينعقد وفق قانون الأساسي المصادق عليه في المؤتمر الأخير. تأتي هذه الوقفة أساسا بالاحتجاج على مسألة الاجتماعية والاقتصادية في بلادنا من تدهور وتدني كبيرين جراء الزيادات المتتالية في أسعار المحروقات. أولا وقبل كل شيء لأنها تضرب القدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات وعلى رأسهم الطبقة العاملة. ثانيا للاحتجاج على ما تعرفه وضعية الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وعلى رأسها الحريات النقابية من هجوم على مكتسباتها. فما تعرفه فاس الصراع الاجتماعي حول النقل الحضري وما تعرفه التعاضدية العامة من تضييق الخناق على الحق النقابي لإخواننا لمدة سنين، وكذلك ما تعرف عدد من الوحدات الإنتاجية في المناطق الصناعية حيث يتم طرد المكتب النقابي بمجرد التحاقه بالاتحاد المغربي للشغل. إننا إذ نحتج اليوم عن هذه الخروقات السافرة وهذا التدهور الكبير الذي يعرفه الحق الاجتماعي، فإننا ندعو إلى تشكيل قطب اجتماعي ديمقراطي من أجل رفع التحديات حتى نتمكن جميعا من إرساء أسس ديمقراطية حقيقة تضمن فيها الكرامة للمواطنين والمواطنات المغاربة ويبقون ويتمتعون بالعدالة الاجتماعية والحرية والكرامة.